دودة، ايه؟ مالك يا دودة؟ زعلان. ليه؟ عايزة اتفرج على اي حاجة. تتفرج على ايه؟ على تليفون مثلا. لا انت دلوقتي مش هتشرب مانجا ولا تاكل معايا سلطة فواكه؟ الاتنين. الاتنين؟ اه. طيب حد يبقى قاعد القعدة الحلوة دي ويبقى زعلان؟ عايزة امسك تليفون حد. عايز ايه؟ عايزة امسك تليفون حد. لا تليفون لا. ليه؟ احنا قاعدين قاعدة جميلة مع بعض. تليفون ايه بقى اللي انت بتفكر فيه؟ ما انتوا كلكم ماسكين تليفون. عادي احنا كبار. وانتوا كبار ماسكين تليفونات في الحتة الحلوة دي. لا انت مش عارف اضرار التليفون ايه؟ ماله؟ ايه لا هم؟ انت عارف. ايه هم؟ انت عارف. لا قول. لا قول انت. قول. قول انت. قول. لا قول لي انت ولد شطور وذكي. قول لي بقى التليفون اضراره ايه؟ انا عارفة بس مش عايزة اقول. ايه؟ انا عارفة بس مش هقول. ليه مش هتقول ليه؟ مش عايزة. تعالى لي هنا عشان نقول مع بعض. ايه؟ تعالى. جميل زعلان ليه؟ عايزة امسك التليفون. لا تليفون لا. ليه؟ انت عارف اضرار التليفون. لا عادي. قول لي يلا. عارفة بس مش عايزة اقول. لا قول لي. ليه؟ تعالى نقول لاصحابنا يلا. انت معايا. طب انت قول وانا هتكلم معاك. قول طيب لهم. الأول. قول لهم ايه اضرار التليفون اللي انت عارفها. ولا انت. طب سيب بس الطب. يلا قول لهم. ما ينفعش تمسكوا ايه؟ كتير أوي. ما ينفعش تمسكوا كتير أوي. ليه بقى؟ عشان عينيكوا. عشان عينينا وايه تاني؟ عشان نظركم. عشان ايه؟ نظركم. ما هي عينينا هي نظرنا. عشان ايه تاني بقى؟ عشان ما بتوجعكش. برضو عشان عينيك ما توجعكش. اه. طب ما هي عينيك هي نظرك. هي عشان بيعمل تشتت في الانتباه. يعني يعني ما بتبقاش مركز. لا على فكرة أنا عمري ما كنتش مركز. لا ما بتركزش في المذاكرة. ده المذاكرة. والصداع اللي بيجيلك ده برضو من التليفون. ما بقاش يجيلي. لا مش بيجيلي. لا بيجيلك. بيجيلي ثواني بيروح على طول. بس برضو بيجيلك. ايوه بيجيلي يعني مرة في الأسبوع. بص يعني بيضعف النظر وبيعمل صداع وتشتت في الانتباه وعدم تركيز. لا الميس قالت لي مش بيركز معايا. لا باكل. لا مش بتركز. لا بياكل. لا لازم تعرف ان التليفون ليه اضرار كتير على الاطفال الصغيرين اللي زيك. لا انا وتقول لاصحابك كده برضه يا دودو نمسك التليفون عادي، لكن انت ما ينفعش تمسكه بره البيت. وفي البيت كمان لازم يبقى فيه اوقات محدده. طب ما برضه بيا البيت برضه يبقى فيه اوقات محددة. لا المانجا بتاعت دودو وصل. ايوه. دودو طالب مانجا قصاد ايه؟ جميله اموره زي دودو. الدبر الشليمون. اموره زي دودو. استنى اقول لك رأيي. هيقول لكم هيدوقوا يقول لكم رايه. صح يا دودو؟ لما عارف ان هو صح بتعمل كده ليه؟ هتحب امسكها. لا بس برضو التليفون ليه اضرار كتيره عليك، المفروض ما تبقاش عايز تمسكه على طول كده. برضه اتسلى بيه. مش انت لما بتعمل حاجه كويسه مش انا بديهولك شويه؟ بعمل ايه كويس؟ لما بتكتب الواجب، لما بتسمع كلامي، لما بتاكل كويس، مش انا بديك التليفون بكافئك وبديك التليفون؟ خلاص يبقى المفروض لما نكون بره البيت ما تبقاش زعلان وقاعد زعلان كده ان انت محدش مديك التليفون. انا يا ماما بحب اعطي التليفون عشان بيسليني. طيب ما انت معاك تليفونك، انا مش برضه اشحنه واديهولك ليه؟ عشان انت تعبان من التليفون. الدكتور قال لي تشيلي منه التليفون علشان عدم التركيز وعدم الانتباه ليكي والمذاكره وللميس، ده بسبب التليفون. يبقى احنا نسمع كلام الدكتور عشان نبقى كويسين، نبقى اطفال شاطرين. بس برضه مش هنتحمل حاجة عشان نظرنا، يعني نقعد عليه كل فين وفين. لا انت مش بتقول كل فين وفين، انت عايزه على طول.
همسكه كل فين وفين. طب خلاص، احنا دلوقتي خارجين وبره البيت وقاعدين قاعدة حلوة ولطيفة وجميلة، المفروض نبقى مبسوطين، مش نقعد زعلانين علشان خاطر التليفون، صح؟ اللي يسمع الفيديو يقول لنا دودو كده صح ولا غلط. دودو قاعد زعلان ومش عايز يكلم حد علشان خاطر هو مش معاه التليفون بتاعه، وعلشان خاطر بابا مش عايز يديله التليفون وانا مش عايزه اديله التليفون. طب احنا خرجنا من البيت نتفسح شويه، نتمشى شويه، نشم هوا، تمسك التليفون برضو وتقعد متوحد بيه لوحدك كده؟ لا كده غلط. انت ممكن يكون مسكين اصلا. المهم يا دودو دلوقتي وانت بتجرب المانجا، خلاص خلصنا موضوع التليفون؟ موافق يعني على الكلام اللي ماما قالته؟ ايوه بس امسكه كل فين وفين. كل فترة بقى أنا لما أشوفك بتعمل حاجة كويسة ومركز في مذاكرتك ومركز مع ماما في البيت، أنا هكافئك وأديك التليفون. أوكي؟ خلاص أوكي؟ مش هتبقى زعلان تاني؟ قول لهم باي باي.